عاش عشاق الساحرة المستديرة ليلة درامية على أرضية ملعب الكامب نو، حين حقق برشلونة فوزا معنويا كبيرا على أتلتيكو مدريد بثلاثية دون مقابل في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. ورغم الثلاثية النظيفة إلا أن البلاوغرانا ودع البطولة بمرارة بعد أن رجحت كفة مجموع المباراتين لصالح الروخي بلانكوس الذي انتشى بفوزه ذهابا برباعية دون مقابل. رجال المدرب هانزي فليك دخلوا اللقاء بشعار لا مستحيل في كرة القدم، وضغطوا بكل ثقلهم منذ الصافرة الأولى، ولم تمنع الإصابة المبكرة للمدافع كوندي الفريق من مواصلة الهجوم، ليفتتح الشاب الواعد مارك برينال التسجيل في الدقيقة 29 مشعلا فتيل الحماس في المدرجات. وقبيل نهاية الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع عزز البرازيلي رافينيا تقدم البارسا من ركلة جزاء نفذها بإتقان ليدخل الفريقان إلى غرف الملابس، والنتيجة تشير إلى نصف ريمونتادا. في الشوط الثاني وصل برشلونة زحفه نحو مرمى الحارس خوان موسو، ليعود بعدها النجم الصاعد مارك برينال في تسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 72، ليصبح برشلونة على بعد هدف واحد فقط من معادلة الكفة. بالمقابل تراجع أتلتيكو مدريد بذكاء دفاعي من سيميوني ممتصا ضغط الكتالونيين في الدقائق الأخيرة، والتي شهدت جدلا تحكيميا بعد مطالبة رافينيا بركلة جزاء في اللحظات القاتلة، إلا أن صافرة الحكم أعلنت نهاية الحلم الكتالوني وبلوغ الأتلتيكو للمباراة النهائية لأول مرة منذ 2013.